حكاية لقمتنا النهاردة عن أكلة السلطان. أكلة السلطان أكلة تركية الأصل، كانت بتقدم على سفر وموائد الأمراء الأتراك، وكان يطلق عليها الأكارع، وفي الشام يطلق عليها المقادم، أما في العراق يطلق عليها الباجع. حكاية لقمتنا النهاردة عن الكوارع. كوارع بقى يا سيدي. كوارع طلع بيضحك علينا. ليه؟ الكوارع دي لما تيجي تتكلم تقول دي ست البيت اللي هي متربيه جوه المطبخ، وهي اشطر واحده ست بتعرف تعمل كوارع وبتاع. طلعت الكوارع دي هي اصلا تركيه. تخيل. طبعا انا تركيا راح جاي عليها كاني بروح مثلا مدينه نصر ومصر الجديده. بعدين الاكل في تركيا هي لحمتهم حلوه جدا. أيوة. المرعى بتاعهم نضيف قوي. بس التست ما فيش، عارف انت التست المصري كده تست حرش، تست حلو يعني توم مع يعني ليه كده. احنا لينا طريقه يعني بيتقال ان المطبخ التركي هو اللي معلم المصريين الملوخيه وبتاع، بس احنا فعلا تفوقنا يعني في حته تانية خالص. الشيف المصري اقوى بكتير قوي 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 قوي. مش تحيز، عشان لا بالعكس دي حقيقه. المصري في المطبخ يعني لو كلت بنفس الماتيريال ونفس المرعى بتاع تركيا هتلاقي الموضوع في حته تانية خالص. المنتج المصري هيبقى في كويس حته تانية خالص. انت مش متخيل. انا اكلت هناك كوارع بيقولوا عليها هناك اكارع. يعني مش. فبيني وبينك رجعت من تركيا نفسي شايله. وبعدين فخدت قرار ان احنا نعمل ايه، لازم نهندس على الكوارع. يلا بينا نهندس على الكوارع. شفت اما كنت بقول لك ادهنها بقى صوص عشان تقول لي هنعمل ايه بالصوص ده. دي مشويه. شفت عشان عمال اقول لك ادهنها. طيب عشان انت مش عارف انا البس بس عشان انت النهارده لازم اصالح نفسي بعد اللي حصل فيا لما اكلت الاكارع في تركيا. بس ده انا اول مره اشوفها مشويه. لا استنى ما تمدش ايدك عشان ما ازعلش منك. ده ايه بقى يا شيف؟ ده ايه؟ ده نخاع اللي طالع من الماسوره بتاعت الكوارع، متحمر بالثوم والكزبره واتحط على توست. دوق كده يا شيف وقول لي رايك ايه. هتلاقي مش عظمه. ادي بس كده. ايه القرمشه دي؟ ايه الجمدان ده؟ وحاجه اكل شعبي بس في توست بتاع ولاد الناس. ايه ده؟ شكلك برضه عمال تقول لي تعمل ايه وتصفي ده ليه؟ انا عايز ادوقها عشان انا ما جربتش الكوارع على الفحم قبل كده. لا بقول لك ايه، بص انت عامل عظمه عندك. بص حد يصدق. بص يا جماعه. بص دي كوارع. لا الكوارع. بص كوارع طعمها وهي بص مشويه. بقى كمان. بص يا نهار ابيض. طعمها وهي مشويه مختلف جدا عن وهي مسلوقه. في حته تانية خالص. وبعدين عايز اقول لك حاجه بقى. لو الناس وتحديدا الستات تعرف قيمه الكوارع دي لبشره لمفاصل لكل حاجه، اقسم بالله. بس لازم يعملوها بالطريقه دي. انت حاسس ان انت بتاكل سيمون في مين؟ تاكل ستيك احلى. صح.
بص بقى دوق ده كده، بص النخاع بقى، لا، ده انت نخاع. وديتني النخاع ده في ناس كتير قوي بترميه، دوق انت كده. وديتني في حته ثانيه يا هندسه. لازم. لا فعلا طعمه رهيب. لو كوارع مع توست كمان. طعم الكوارع مختلف. احنا متفقين على ايه يا شيف؟ ان زي ما في حضارات في براءات اختراعات. الله ينور يا هندسه. انا عايز اقول لك حاجه، انا دي من احب الاكلات لقلبي، انا حضرت فيها دكتوراه. يعني انا الاسبان بقوا بيجوا ياكلوا الباييه من ايدي. الجبنه الرومي دي بطاطس بالملح. يلا بينا عشان نوري الناس الهندسه. يلا بينا. اسمع كده عايش عامل ازاي؟